الجبنه. الله. بص الكميه، بص الرغيف، بص سمك الرغيف. لا ده محشي. بص السمك. يا ولاد اللعيبه. انا برضو بس عايز اقول لك بما يرضي الله، مين اللي فكر في الفكره دي؟ الفكره دي هو احنا كنا رايحين نجيب جاهز. احنا كنا رايحين نشتري اصلا حوشي جاهز. بصوا يا جماعه، يعني بتمن اربع ترغيفة حواوشي عملنا كل الكميه دي. بتمن 4 كميات حواوشي عملنا كل الكميه دي رغيف. عملنا 15 رغيف. بتمن 4 ترغيفة حواوشي عملنا 15 رغيف، وارخص واحسن ومحشي جبنه كمان. وفي محشي ايه؟ جبنه رومي وموتزاريلا ومتفخم عليه ومحشي كميه لحمه خرافيه، يعني مش هتلاقوها في المحلات اصلا. صح في طبعا. طب احنا دلوقتي هنخلصه وبعد كده نخش في وقت التقييم. الله الله بجد. كده بتعملي ايه بقى هنا؟ انا فرمت البصل والفلفل وبعدين هصفيهم كويس من الميه. ليه؟ عشان تبقى ماسكه نفسها كده. ايوه عملتي، حطيت اللحمه وهتحطي فوقها البصل صح؟ هعيط، انا واقفه اعيط من ريحه البصل. بس اللحمه اهي حطيت فوقها البصل. هي اصلا اللحمه مش بتستوي قبل ما تتحط في الحواوشي صح؟ لا هي بتبقى كده، هتشوفي دلوقتي. هو انا عارفه طريقته بتتعمل اصلا ازاي، بس بحب اعرفكم يعني. شاطره انت يا فوفو، بركه فيك انت اللي معلماني بقى. كل واحد قال لمامته كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين وكل ام بصحه وسعاده يا رب. كل سنه وانتم طيبين عشان العيد برضو. عيد الام جاي تاني يوم العيد. رمضان اجا وخلص والعيد اجا وخلص وعيد الام برضو خلص. كل الايام بتجري والله. واحنا يعني ايه بقى العيد الكبير وهتبدا السنه تعيد من الاول تاني رمضان والعيد. الايام بتجري في ثانيه. اكتر حاجه زعلتنا ان احنا اصلا رمضان طلع جري. احنا اصلا مش لحقناه، يعني هو كان بيجري واحنا بنجري وراه مش لحقناه. والله بجد انا حاسه لو اخر يوم رمضان كنت صايماه يوم الوقفه، كنت حاسه ده اول يوم رمضان اصلا. هنقول يعني ايه اجى في ايه ومشي في ايه، يعني حاجه سريعه جدا كده. هنا كده ايه، انا حطيت البصل مع اللحمه تمام. اصبري كده يا فندم. دلوقتي هنحط بهارات الحواوشي. حطي وتوطي يا ماما. بصي هاتي ثانيه قبل ما تحطي. بصوا البهارات اسمها ابهار، دي تتبيله الحواوشي. حطي معلقتين كده. حطي زي ما تحطي، يعني حاولي تحطي وما تكتريش ملح. لا مش مكترين ملح، احنا نظبط الملح بتاعها. احنا مش صايمين بقى، يعني احنا ايه عندي اول حاجه مش صايمين. حطي كمان نص واحده. لا كده كفايه كده كفايه. حطي هنا ايه نص معلقه ملح بس، احنا نظبط الملح برضه. عامه هي التتبيله دي اكيد شامله كل حاجه، يعني ايه. ثانيه اجيب لهم المكونات. بصوا عايزه اجيب لكم المكونات فين. اهي بصل وتوم وبقدونس وملح وتوابل اهي بصوا، يعني انا هجيبها لكم. امسكيها يا ماما كبر لهم عليها. اهي بصوا بصل وتوم وملح وتوابل. ايوه التتبيله بتاعت الحواوشي كلها يعني كل عندي شطه فلفل اسمر عشان هي عليها اصلا. لا هنحط رشه بسيطه كل حاجه، توم باودر وبصل باودر وكل. ممكن نحط 7 بهارات برضو، مع ان يعني البهارات التانية شامله كله، بس مش مهم. اي حاجه تخلي الطعم حلو كويس كده. دي نص كيلو لحمه، حطيت عليه بصلتين كبار و2 فلفل حر. لو محدش بيحبها حر ما يحطش فلفل حر، ممكن فلفل الوان عادي، احمر اصفر اخضر. بدل ما حطينا فلفل حر يبقى مش هنحط شطه. لا ما نحطش شطه لا. انا اصلا واقفه اعيط من ريحه الفلفل والبصل. بصوا ريحه شطه مع البصل هتخليني ايه.
شم الريحه يا لهوي يا موت. هو ريحتها جامده، بس المشكله اللي ريحه البصل كده بتدخل، مع انه مفيد يعني، شم البصل مفيد بس. هو البصل حلو. حتى ماما وقفت هتدفع معايا هي التانية. احنا هنا هنعملها هي ماما بتعمل كويس عشان الرخامة يعني عليها حاجات. دلوقتي يا جماعة أنا كنت بفتح في العيش، بس الشرايين بصوا عامل ازاي من جوه. بصوا العيش. الله ينور عليك يا بابا. بنورك يا بابا. انا نعمل عليك يا بابا. انا سايب لك الطلعه النهارده. كنت قاعدة اما افتح فيه. خلصنا هنا اللحمة وهنا الجبن اهي. واحلى سندوتش حواوشي على الجبن يعني ايه بقى؟ الناس اللي بره مش بيحطوا في الحواوشي جبنة اصلا، احنا ايه بقى؟ لازم نروق على الحاجة. بصوا دي جبنة رومي ودي جبنة موتزاريلا، يعني الاثنين. دي شيدر. شيدر ودي مبشور. دي موتزاريلا. ما هو الشيدر زي الرومي. يلا هخلص وارجع لكم. بصوا يا جماعه هنا فتحنا وماما بدات تحشيه اهو، بتحشيه حشت كذا واحد اهو. نخلص الكميه دي كلها وارجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعه فضيت كيسين الجبنه كلهم وحشيت الكميه دي وماما تيجي تكمل بقى. هنا البطاطس بتتقلي برضو بصوا، ودولي لسه هنحشيهم جبنه وماما لسه بتكمل في الكميه اللي هي بتحشيها لحمه لسه. الكميه دي كلها حشيناها بقى وماما اجت تحشي الباقيين دولي. شوفوا ما شاء الله الكميه كبيره اصلا ان شاء الله. وده كله مكلفنا 220 جنيه بس يعني، ولا اي حاجه خالص. ولا اي حاجه يعني. اصلا احنا كنا احنا اشترينا كانوا مكلفونا 300 وكان كام؟ كان 4 رغيفه يعني. هل الواحد يعني هو قد ده مثلا اكبر منه سنه كان هيكفي؟ يعتبر قد دي برضه. انا شايفه هو ده بص كبير اصلا مش صغير. لما يعملوا لنا 15 رغيف من ده يعني ما شاء الله يعني. ونعزم الجيران معانا. والجبنه احنا حطيناها كلها. دي جبنه شيدر وعلى جبنه موتزاريلا. وهنا البطاطس استوت اهي. هاتي يا ماما طبق عشان نطلعها بقى. وهنا انا ولعت النار على دي ثانيه ما. بصوا قوت شويه. حط حبه زيت. جيبي حبه زيت يا ماما حطي. هنا بطاطس. يعني انا بصور بايد وبطلع بايد. احط لك زيت هنا. حط. وجبنا كاتشب وجبنا مايونيز. احلى سندوتش حواوشي. قفلي لي النار على البطاطس. بص طلعتها اهي. مش متحكمه فيها قوي عشان بصور بس. ممكن نرش حبه بهارات من بهارات الحواوشي على البطاطس هتبقى جميله. لا البطاطس عامله ازاي؟ بصوا البطاطس اصلا بصوا بيضه وبصوا بتقرمش. جميله خالص. كل حاجه جامده النهارده. هنزل هنا باول سندوتش. بسم الله. هيكفي التاني؟ لا استنى اجيب واحد تاني. ان شاء الله رغيف كبير فالطاسه مش واخده 2 جنب بعض. ما شاء الله. بصوا وطي النار على الاخر ونضغط كده برضو عشان اللحمه تستوي. خدي ضغطي بدين. انا عامه انا بفضل التسويه دي عن تسويه الفرن. انا بحبها، بحسها هي اللي فيها الطعم. ما هي زي بتاعه المحلات ماما بيسووا. ايوه انا بحسها فيها الطعم اللي هي بتاع الجاهز واحسن كمان. بصوا اهي. بصوا اصلا الرغيف من جوه كله جبنه ازاي. دلوقتي يا جماعه انا قلبته اهو. بصوا التسويه بصوا لسه قلبها على الوش ده وبضغط برضه عشان بصوا اللحمه اللي جواه
بدأت تستوي والجبنة ساحت. بصوا ما شاء الله. يا سلام يا سلام. بصوا على ده بقى. يا سلام على الريحة يا فوفو. ده بصوا الجبنة، بصوا الجبنة بس نقفله حلو كده. الواحد يجيب الحاجة ويعملها في البيت ولا يشتريها من بره خالص. بصوا سمك السندوتش عامل ازاي. بصوا السمك، اما بصوا بتاع بره قد كده، يعني مثلا ممكن الرغيف يبقى اكبر من ده سنه، بس السمك قد كده ما فيهوش لحمه. احنا اللي ايه عاملينه على ايدينا. يعني احنا جبنا اللحمه وجبنا الحاجه وفرمنا البصل وعملنا، بس ضامنين الحاجه عامله ازاي. اقلب شويه. سيبي كده على الوش التاني، خليه متحمص حلو. ايه العظمه اللي انتوا عاملينها دي يا وفاء؟ ايه رايك في الريحه؟ بس اهم حاجه والله اقسم بالله انا قاعد قدام التلفزيون بره. انا بسوي على الصغير. جيت على الريحه ما شاء الله عليك. بصوا يا جماعه الرغيف الحوش عامل ازاي، وبعدين محشي. انا حسيته كده. بس الجبنه يا اولاد اللعيبه. بص كده يا اولاد اللعيبه، ده كله احنا كلفنا 200 وكام؟ 220. احنا طلعنا ده لسه اهو، وهنا اول واحد طلع اهو ريحته خرافيه. والبطاطس لا احنا النهارده عاملين عظمه. بصوا يا جماعه اهو فلسه يعني بتنقل. لا احنا فاتحين مطعم ولا ايه؟ فاتحين مطعم. شوف ما شاء الله عملنا كميه ولسه كميه ما شاء الله، كل واحد واخد حقه زياده. بصوا يا بنات انا ايه عايزين بقى. بصوا يا جماعه نقعد كده يعني نرجع لكم ونقيم بقى، نشوف الكلام هيكون عليه. تعالى هنا. بص كميه الجبنه. الله. بص الكميه، بص الرغيف، بص سمك الرغيف. لا ده محشي. بص السمك. يا ولاد اللعيبه. انا برضو بس عايز اقول لك بما يرضي الله، مين اللي فكر في الفكره دي؟ الفكره دي هو احنا كنا رايحين نجيب جاهز. احنا كنا رايحين نشتري اصلا حوش جاهز. بصوا يا جماعه يعني بتمن اربع ترغيفه حواوشي عملنا كل الكميه دي. بتمن 4 كميات حواوشي عملنا كل الكميه دي. عملنا 15 رغيف. بتمن 4 ترغيفه حواوشي عملنا 15 رغيف، وارخص واحسن ومحشي جبنه كمان. وفي محشي ايه؟ جبنه رومي وموتزاريلا جبنه شيدر ومتفخم عليه ومحشي كميه لحمه خرافيه، يعني مش هتلاقوها في المحلات اصلا. صح كده. طب احنا دلوقتي هنخلصه وبعد كده نخش في وقت التقييم. شوفوا الجمال يا جماعه. ايه ده؟ هو رغيف الحواوشي ماله منفوخ كده؟ ها؟ بص عليه من جوه. الله. شفت الجبنه؟ الله. شايفين يا جماعه؟ المنظر. ايه ده؟ حاجه تفتح النفس الصراحه. والله العظيم تفتح النفس اقسم بالله. انا وفاء اكلتني حتى منه تحفه. لسه هقيم معاه. نخش بقى ايه في مرحله التقييم. وانا من غير ما اقيم والله العظيم المشهد لنفسه مقيم نفسه. هو المنظر اصلا حاجه والله العظيم تحفه جميله خالص ما شاء الله. يلا عايزك تقيمه وتشوفي كده. يلا خليكم معانا. والان يا جماعه مع اللحظه الحاسمه. يلا بقى ايه نخش على التقيل. طبعا البطاطس هنا وانتوا عارفين، خلينا في البطاطس والمايونيز والكاتشب والكلام ده كله. خلينا بقى ايه حاجه في خلينا نخش في التقيل. رغيف الحواوشي عامل ازاي يا جماعه، والحشو بتاعه زي ما انتوا شفتوا. ماشي من عندك انت. عامل ازاي لسه مطلع بخار. رغيف بسم الله ما شاء الله حلو يعني حلو قوي. حاجه محترمه والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا متشوق. اتفضلوا يا جماعه معانا. اتفضلوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سخن نار. ما هو لازم يبقى سخن كده. نار. بس ايه رايك؟ والله العظيم اول مره اكل حواوشي بالحلاوه والطعامه اللي بنجيبه من بره 100 مره. اقسم بالله مليون مره. جامد جامد جامد. كلمه جامد دي شويه عليه. ما شاء الله طعمه جميل. والله ما كنتش متوقع حتى على الحلاوه دي. مش شايفين كمان التحميصه بتاعته؟ لا ده خيال. بدل ما تدفع 40 جنيه ولا 50 جنيه في سندوتش. انا عندي اصلا انا واخد 4. وانا 4 برضه، بس مش هنقدر نكمله. عايش ده والطبق ده لوحده
بيكلفني 300 جنيه. حلو. وكمان شايفين كميه اللحمه، كميه الجبن، الطبق ده كلفني 300. انا عامل 4 اطباق، كل طبق فيه نفس الكميه دي. من كام؟ من 220 جنيه. يعني انا موفر على نفسي يعني 3 اضعاف، والله العظيم 3 اضعاف. بصوا يا جماعه، الحاجه لما بتنعمل في البيت بتبقى لها طعم تاني خالص. طبعا معرفش الفيديو بتاع الفلوج اللي احنا كنا فيه هينزل الاول ولا ده الاول. احنا فلوج ايه؟ الفلوج اللي احنا كنا بنجيب فيه الحواوشي والحاجات ديت هتشوف، لان الفيديو طويل. هنقسم الفيديو ده على جزئين، فهتشوفوا بقى الفلوج واحنا رايحين نجيب بقى والاجواء واحنا في العربيه بتاعتنا المتواضعه، والفيديو اللي احنا عملنا فيه الحواوشي وكده. هتشوفوا بس دعواتكم لينا ان احنا والله العظيم الدنيا مخبطه معانا تخبيطه، يعني ربنا وحده اللي يعلم بيها يعني. تمام، نتوقف ونرجع ليه. طبعا يا جماعه والله العظيم خيال، اقسم بالله خيال. انصحكم تجربوها بنفس الطريقه اللي احنا عملناها. هو فعلا كانت بتصور والله العظيم ما لها حل خالص. الجبن جبنه رومي على جبنه شيدر على مدياها تيست عالي جدا. لا انا حبيت الحواوشي وحبيت الفكره. انا حبيت الحواوشي جدا والله العظيم. الحواوشي ده حبيتني في اقسم بالله حبيته. احلى من الكشري المصري برضه. يعني احلى من الكشري المصري الجاهز. انا كنت عايز كشري. لا حلو يعني. يا جماعه طبعا هنطلع بس مباشر، عايزين نتكلم معاكم. القناه مفيش ارباح، يعني كانت القناه سواء ترند او القناه هنا كانت يعني بتسند معانا في حياتنا المعيشيه. كل ده واقف. شغلي على ارض الواقع الدنيا هدت معاه، حياه صعبه، الدنيا صعبه. كمان حضراتكم اللي هقف معانا بجد واللي في ظهرنا بجد، اللي هنفضل طول الوقت وطول ان كان لنا عمر هنشهد لنا ده اخ، وده اللي بيسند في وقت الشده هيظهر معانا ان شاء الله. انتظروا بقى البث المباشر. انا بس هنعدي النهارده عشان خاطر بس في شويه اجراءات كده بنعملها في القناه. ان شاء الله نوعدكم بكره هنطلع في بث مباشر ونقول كل اللي عندنا. تمام، احبكم في الله، ويلا جربوا الحواوشي بالطريقه ديت. يا رب دايما محتوانا ولسه يا رب يكون بيعجبكم. ده احنا لسه اللي جاي اصلا، احنا لسه ده كله معاكم لسه شهور، ده كله القناه لسه ما اشتغلتش، ده لسه اللي جاي. اللي جاي ان شاء الله بغض النظر عن التوقيت، اللي جاي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله مفيش حاجه جايه بعد. يلا اشوفكم على خير. مع السلامه. عشان اعرف اغوص في الحواوشي، عشان اعرف اغوص. الله الله بجد.